الضجة الإعلامية اللي كاينة حاليا هناك مغالطات بزاف، لانني بالنسبه لي شي حوايج اللي زادوهم لي لا يعقل باش ان بطله حصل على الرتبه الثالثه ويعني بطله عالميه غادي تمشي لها الخاص او انها غادي تلتجا للاصدقاء باش ان هذا شويه ضرني هذا الموضوع في خاطري، لانني ما يمكنش انني انا نلتجا للناس باش يعطوني الفلوس باش انني نسافر او بزاف ديال الحوايج. يعني كاين مغالطات في السوشيال ميديا، والله ديما خلق يعني هذا كيبقى مجال افتراضي اللي كيبغي يقول اي حاجه عنده الحق يقولها. تعرضت للظلم والاهمال من طرف المسؤولين، انا ماشي كنهضر بصفه عامه، لان كيف ما كيعرف الجميع حنا راه غادي نمشيو للالعاب الاولمبيه، والالعاب الاولمبيه كتكون تحت رئاسه اللجنه الاولمبيه، يعني ماشي تحت رئاسه الجامعه. يعني الجامعه كتكون عندها واحد الدور، ولكن حنا كنمشيو نشاركوا. هو كان بعض الاخطاء بزاف اللي منهم عدم السبب الرئيسي اللي خلاني انني يعني من الاسباب اللي خلاتني انني ما لعبتش مزيان، او انني ما هو المدار السباق. كيف ما كيعرف الجميع بان المدار السباق السنه كان مغاير لجميع التظاهرات الاولمبيه السابقه. انا اضطريت باش انني ندير جميع المحاولات ديالي باش انني نمشي نشوف الباركور قبل من يعني ما نشارك في ماراثون باريس، لانه الاستعداد خاصو تشوف الباركور اللي غادي تجري فيه. وكيف ما كانت واحد الضجه على ان الباركور صعيب فيه لي فاري، يعني حنا غير خدينا معلومات وطبقنا عليهم البرنامج، وهذا الامر شويه اثر عليا سلبا في البرنامج اللي كنت انا غاديه به، مغاير جدا على المدار ديال